اكتر 5 حاجات الناس بتكذب فيها في السي في. عدد سنين الخبره ده اكيد. هو مش عدد سنين الخبره بس، يعني الخبره عامه بيبقى فيها مبالغه. ايوه مبالغه، الله ينور، طبعا مبالغه. لازم. لو فدي انت واحده عملت مش عارف يعني كتبت ورقه في مشروع والله انا درت المشروع وخلي حد يروح يدور وراك بالظبط زي لينكد ان كده بالظبط. بالظبط. فدي فعلا الناس المبالغه. كلها سي اوز على لينكد ان، هل حد هيدور وراك؟ كريتيف دايركتور. ايه تاني؟ الدراسه بتاعتهم. الدراسه بتاعتهم حاجه شبهها، بس هو بيقول لك ان الناس كلها بتكذب في الموضوع بتاع الجي بي اي، يعني يعلوا في الجي بي اي بتاعهم شويه. طب في شغلك اللي لو اتقبلت طلبوا منك ما انت شهادة. لو وقعتي مع واحد عقر بقى هيظروفك واحد اللي بيبعت لي شهادتك 3.7 اللي انت جي بي جايبها اللي دي انت بقى. كاتبه ده، وريني كده. بيكذب في المده اللي اشتغلها في كل مكان. يعني مثلا في الشركه دي اشتغلت 3 شهور، هكتب ان انا اشتغلت 2 سنين. لا محدش بيعمل كده. لا ليه يعملوا ما كده؟ هي ما دي تعتبر كدبه دي تبقى يعني. من ضمن المبالغه في الخبره برضه، يعني المبالغه في خبره وقت خبره العمل، فدي تحت بند الخبره. طيب ايه تاني في السي في؟ طيب في حاجه اللي هي الجوب تايتل اللي احنا بنكذب فيه، اللي احنا قلنا عليها في الاول. اللي في كل اكسبيرينس ولا اللي فوق خالص؟ لا في كل اكسبيرينس. الجوب تايتل بتاعك، انا في الشركه دي كنت شغال كذا والشركه دي كنت شغال كذا. كل واحد بيكتب يلا. لو انت بادئ جونيور لا مثلا سينيور، انا بادئ اكتب انا جونيور سينيور مثلا على يعني. طول، مع ان الموضوع doesn't make sense. انا بقالي مثلا جونيور والسينيور اللي بعديها بسنه او سنتين. طب ازاي؟ مجالات معينه ممكن لازم عشان تبقى سينيور اصلا يا حبيبي لازم تبقى مثلا 5 سنين 6 سنين خبره علشان تبقى سينيور. في ناس بتعمل ايه بقى؟ سنه سينيور. انا اعرف انا سينيور سوشيال ليد وهو سنه خبره. خلاص ربنا ساتر وخلاص ما نفضحوش. ليد تخيل اللي هو اعلى حاجه. مسامحين ولا مش مسامحين؟ يلا مش قادره الحاجات دي في القلب بقى. اللي في القلب في حاجه اللي هي السكيلز اللي انت تكتبيها بس هي اصلا مش عندك. يا سلام. ده السي في كله كده. اديني ليست سكيلز واحطها وانا ما عنديش حاجه منهم. هو السي في ايه غير سكيلز وريسبونسبيلتيز شويه حاجات فوق بعض. طيب واخر حاجه معايا وهي، بس دي مش ما اظنش ان هي تبقى موجوده في السي في، بس انا حبيت ان هي تبقى موجوده عشان عارف الناس بتكذب فيها. ايه السبب اللي انت سبتي بسببه الشغل اللي دي بتتكتب في السي في؟ بصراحه مش عارف، يعني انا بالنسبه لنا احنا ما بنكتبهاش، بس مش عارف ممكن في ناس تانية بيكتبوها. ممكن لو في كفر ليتر او ممكن حاجه. او حاجه الناس بتكتب برضو في اسباب ان هي مشت من الشغل. انا ما بحبش بجد ما بحبش السؤال ده خالص، بس هو على فكره بيبقى محتاجينه يعرفوا ان هو ايه، انت ريد فلاج ولا لا. ما بصي الشخص لو الحاجه مش على هواه هيكذب. طب انت بتسالني سؤال وانا عارف ان انا وانت عارف ان انا هكذب ليه؟ الحل السحري بدور على فرصه بدور على فرصه